معمرين بالجبن، كوكلي معمر بالجبن. اييه. ودرنا سلاد حلوه بالزبيب والكركاع. ودرنا المرافق ديال الدجاج، عندنا الشعريه ديال الصفاء مع الرز بسمتي. كوكلي والعصير ديال البرقوق والطرطه حلوه. الطرطه هنا البنات راه هاد العجين ديال جينواز اللي كنديرو ديما يوميا. وغادي يديروا هاد طرطه بالفواكه، الكريمه والفواكه. المهم خديت مقتطفات، يعني راه الصوره واضحه. يعني كطيبوا الجينواز ومن بعد كديروا الكريمه وكديروا الفواكه طريه، الخوخ والكيوي والمانغ، الليمون، المهم اللي متوفر عندكم. وكديروا ليها داك، كديروا لها لوز افيلي من الجناب ملي كتحمروا، وكتجي بحال هذا الشكل هذا. يعطيكم الصحه. وهذا راه الدجاج بعد ما غسلوه. المعلقه نص الجبير، الكاس نص السوجان، نص المعلقه البزار، سنه المعالق كوامان، معلقه مقرن الخرقوم، تين الثومه غبره اللي مزين، الضماط الزعفران، المعلقه المروزيه الدجاج، سنه المعالق المطرد. غير درنح الحشوه اللي صرانا عمري فولوسن، الجبن عادي دا نكني كيري يقدر عندك تحطها الفرماج عادي 8 د القطع د اللحم مصيره مقطعه مربعات صغار. زدتي تما غنزيدو معلقه. ايه غنزيدو حتى درا تقنط 3 د المراحل. راه ست نزايد حتى راه ست نزايد الوقت اللي راه ندهني فولوسنا على برا 2 نبع في الفران، واني فولوسنا نوان حلك كاسه زوار نوان عدت ندهن 2 في الفران. ايوا درنها تسع راه نخلط الدواء الجبنه دي راه نتبي طرف من الزينين اللي قالتين زواره فيه تسلق نتا الاعشاب المنسمه اللي هي زير ورقه موسى الزعتر يا كان كاع الخير هذا. هنا البنات من بعد ما شدينا الكبده درناها في الماء ودرنا ليها المنسمات الزعتر وورقه سيدنا موسى واليازير وخليناها تسلق. هي اللي غنعمروا بها الدجاج. هنا غادي الاخوات راه سمعتوا الاخت اللي قالت لكم المقادير. الجبن وداك الشيء اللي غنعمروا به الكبده غنديروا ليه جوج، نديروا ليه معلقه ديال ديك العطريه ديال الدجاج، غنهزوا معلقه نديروها فيه. والطنجره اللي كتشوفوا فيها راه درنا فيها 2 معالق لانه غادي يطيب فيها العناق والقرصه، هو اللي غيطيب فيها ديك العطريه. هذا راه الكبده تخلطات دابا راه واجده. هذه ديال القرصه والعناق غادي يطيبوا فيها هذا المرق. ودابا الدجاج راه كيصاوبوا فيه، كيديروا ليه العطريه من بعد ما زادوا شويه ديال الصوجه. هانتوما كتشوفوا راه كيصاوبوا فيه. وهنايا راه في نهارو وجا زوين تبارك الله، ولكن الا بات في العطريه غادي يجي احسن. يعني تغسلوه وديروا ليه العطريه ديالو وديروه في الثلاجه وتخلوه حتى الصباح غيجي خطير واعر زوين. وهذا راه في نهارو وجا زوين تبارك الله. هنا راه الاخت كيصاوبوا معمر بالجبن. الجبن هو اللي مخلطه فيه الكبده مسلوقه. جات زوينه هاد العماره والله الا جات زوينه وسهله. صافي راه يكملوا الكميه كامله وغادي صافي. هذا راه البرقوق والبطاطا حلوه كيتفوروا لانه غيداروا عصير حتى الاخر. غتشوفوا الطريقه ديالو. هذاك راه العناق والقانصه كيطيبوا في داك المرق اللي درنا ليهم. هذا الدجاج دار من بعد ما داروا ليه العطريه ديالو، داروا في الكسكاس غادي غير يتفور عادي يتحمر. هذه السفه معلقه ديال الزبده وكتديري السفه وكتخليها تبقى تشحر فوق المقله، وكتضيفي ليها البصله، واحد البصله مشلضه، وكتخليها تشحر حتى كتولي تحمر بحال الطريقه اللي كنديروا للشعريه. تتحمر بحال الشكل ديال الكنافه.
هذه مرافقه للدجاج، واحد المرافق ديال الدجاج زوينه حتى هي جات زوينه. انا الدجاج داروه يتحمر في الفران. الدجاج خرج من الفران، دابا غيستعدوا باش يصوبوه. وهذيك التحليه، هذيك المرافق اللي قلت لكم ديال الشعريه، راه غادي يزيدوا عليها الروز بصماتي، غيسلقوه ويديروا ليه شويه مليحه، شويه الزار، شويه شويه الكمون غير حبوب من الفوق غير للتزيين. دابا راه كيقادوا، الله يعطيهم الصحه. هنا غيستعدوا باش يحطوا الدجاج، فرشوا ليه الخس بعد ما تحمر، حطوا فوق واحد شويه ديال دوك الهريسه والمرق اللي طاب فيه العناق وفيه الكانصات، كيتحطوا في طويجنات. ايوا دابا غادي يرافقهم بهاد المرافق ديال الشعريه الصفراء مع الروز البصماتي، كتجي زوينه حتى هي. الا بغيتوا المكونات ديالها نكتبهم لكم. وغادي يرافقوه بواحد سلطه حلوه بالكركاع والزبيب، كتجي حتى هي زوينه، فيها الخضار، فيها بزاف ديال المكونات زوينه، والعصير والطرطه حلوه حتى هي. المهم السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليك؟ هاد الشمال شتي اللي مصوباه؟ كديروه في الجمعيه ديالكم؟ تعاونيه. اجبان. كاينه التعاونيه. نزوروها ان شاء الله، نمشيو عندك ان شاء الله. والله الا شي نهار كنقول نمشي، واش ما مشيتش عندهم شنو نمشي عندهم ان شاء الله. عرفوا بسيدي وصل ان شاء الله غتكونوا جينا فيه محل تعاونية. وراه حتى ديك الاخت كتكون هناك في المدرسه، ما عمرني مشيت عندها. نمشيو عندها ان شاء الله. صافي ان شاء الله تكونوا مجموعين كاملين ان شاء الله. ان شاء الله انت دابا مستفيده كتعلمي. شحال درتوا اليوم؟ نعم شحال درتوا اليوم في الوصف في هاد المرة كان فيه ودرنا سلاد حلوه بالزبيب والكركاع، ودرنا المرافق ديال الدجاج الشعريه ديال الصفاء مع الرز بسمتي. العصير ديال البرقوق وطاطا حلوه. هذه راه الاستاذه ديالنا، استاذه يمنى، كتبقى ديما هي الطبخ ديالنا. المهم غادي نحط لكم الفيديو ديال هادو. هذه تحليه. هذه الكيكه اللي صوبتوا قبيله ودرتوها التورته. صحتي. ايوا هذه الشفل، انا راه ندور نصور في الشفل، جبت الشفل شي حاجه بالنسبه ليا. هذه راه جابتو تبارك الله عليها، جابتو معاها. وهذو هما الوصفات اللي حضروا اليوم، وحضروا الفيديو اللي حطيت لكم ديال كعب الغزال حتى هويا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. شكرا للاستاذه يمنى، شكرا للمستفيدات، شكرا لجمعيه الأهداف. نتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله باذن الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد على المقارب ان شاء الله.